ناهد كانت لسه بنت، لسه بتتعلم يعني ايه حياة ويعني ايه راجل ويعني ايه حب. في الوقت ده دخل حياتها واحد من اهم الناس في السينما، المنتج والمخرج والمؤلف حلمي المهندس. كان اكبر منها بحوالي 20 سنة، راجل ليه خبرة في الدنيا، وهي بنت لسه خارجة من حضن اليتم. حسب ما ذكر عدد من الصحفيين والباحثين اللي كتبوا عن سيرتها، حلمي المهندس شاف فيها مشروع نجمة كبيرة. لكن مع الإعجاب الفني بدأ إعجاب شخصي، وبعد فترة طلب منها الجواز. ناهد وافقت، مش لأنها كانت واقعة في غرامه، لكن لأنها لأول مرة تحس إن في راجل هيبقى سند ليها. وكانت المفارقة الغريبة إنها كانت بتناديه يا بابا. كانت بتنادي جوزها يا بابا، يمكن لأنها فقدت أبوها بدري، ويمكن لأنها كانت محتاجة أب أكتر من احتياجها لزوج. البيت اللي دخلته كان أول بيت تحس فيه بالأمان، وبدأت تعيش الطفولة اللي اتحرمت منها. كانت لسه بتحب مجلات الأطفال زي ميكي وسمير، وتقعد بالساعات تسمع برامج الأطفال في الراديو. ناس كتير كانت بتستغرب إزاي نجمة سينما وتعمل كده، لكن الحقيقة هي ما كانتش بتتصنع البراءة، هي كانت لسه طفلة كبرت قبل أوانها. لكن الجواز ما كانش ناجح، فرق السن الكبير واختلاف الطباع خلى المشاكل تزيد، وبهدوء انفصلوا، لا فضايح ولا خناقات. لكن الانفصال ده رجعها لنقطة الصفر مرة تانية، بقت لوحدها وسط تصوير فيلم كان فيه راجل هيغير حياتها كلها، اسمه كمال الشناوي. كان وقتها واحد من أكبر نجوم السينما، وسيم مثقف هادي وأكبر منها بسنين. وقفت قدام الكاميرا، ومن أول يوم وقعت في حبه. وحسب أكتر من حوار صحفي نشر بعد وفاتها، ناهد نفسها كانت معترفة إن كمال الشناوي هو حب عمرها الحقيقي. الغريب إن الإعجاب كان متبادل، ومع الوقت العلاقة تحولت لقصة حب كاملة. لكن كان في مشكلة، كمال كان متجوز، وعشان كده قرروا يتجوزوا في السر، لا صحافة ولا إعلان ولا حتى أقرب الناس. 6 سنين كاملة وهم متجوزين، والناس كلها فاكرة إنهم مجرد زملاء. كانت مستنية اليوم اللي يقول فيه للناس دي مراتي، لكن اليوم ده مجاش. كل سنة كانت تقول لي يمكن السنة الجاية، يمكن لما الظروف تهدى، يمكن لما يطلق. لكن السنين كانت بتعدي والحلم بيبعد. كانت بتستحمل عشان بتحبه. 6 سنين، 6 سنين كاملة. ناهد شريف عاشت وهي شايفة نفسها زوجة، لكن قدام الناس ولا حاجة. كانت كل مرة تتخيل ان كمال الشناوي هيعلن الجواز، كل مناسبة، كل عيد، كل نجاح جديد كانت تقول يمكن المرة دي، لكن الإعلان عمره ما جه. وحسب ما نشر في أكتر من حوار صحفي مع كمال الشناوي بعد سنوات، كان شايف إن إعلان الجواز هيعمل مشاكل كبيرة في حياته الأسرية، وإنه كان حريص على أولاده وبيته الأول. أما مقربين من ناهد فكانوا بيقولوا إنها كانت مستعدة تستنى العمر كله، بس المهم تحس إنها زوجة معترف بيها. لكن الإنسان له طاقة، وفي الآخر الصبر بيخلص. بعد حوالي 6 سنين طلبت منه الطلب اللي كانت مستنياه من أول يوم: اعلن جوازنا. كمال رفض، مش لأنه ما بقاش يحبها، لكن لأنه ما قدرش يواجه حياته الخاصة. وهنا اتكسر قلب ناهد للمرة التانية. الطلاق تم، والأصعب إن الناس أصلا ما كانتش تعرف إن في جواز حصل. منشط تهز الوسط الفني يوم 8 نوفمبر 72. جريدة الجمهورية نشرت خبر على الصفحة الأولى: طلاق كمال الشناوي من ناهد شريف. ناس كتير اتصدمت، هما كانوا متجوزين أصلا؟ الوسط الفني كله بدأ يتكلم. الجمهور اكتشف فجأة إن في قصة حب كاملة كانت مستخبية 6 سنين. أما ناهد فكانت بعيدة، كانت موجودة في لبنان، وحسب روايات مقربين منها فضلت أيام طويلة رافضة ترجع مصر. كانت بتحاول تستوعب إن الراجل اللي اعتبرته حب عمرها خرج من حياتها ببساطة. لما الإنسان بيتكسر بيهرب، فيه اللي بيهرب بالسفر وفيه اللي بيهرب بالنوم. ناهد هربت بالشغل، بدأت توافق على أي فيلم يتعرض عليها تقريبا، مش لأنها كانت بتحب كل الأدوار،
لكن لأنها كانت محتاجة تشتغل، كانت مسؤولة عن نفسها وعن أختها المريضة، وكان لازم الفلوس تدخل. ومن هنا دخلت أخطر مرحلة في حياتها الفنية. نكمل في الجزء الثالث.